بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نحن في رحاب مسجد جامع سيد إدريس، أو ما عرف بالمسجد القديم. هو أقدم مسجد بعد مقام سيدي أبي لباب الأنصاري. تاريخ الإنشاء متاعه تقريبيا يعود إلى الدولة الموحدية. أسس على يد أبي زكريا الحفصي حينما كان لا يزال تابعا للدولة الموحدية. هذا المسجد للأسف وقع الهدم كثير من جوانبه، لم يبقى إلا هذا الصحن الخارجي إلى وقت الدولة المرادية، عهد مراد باي الثاني، الذي عرف عصره بإنجازات عديدة في تونس العاصمة وحتى شملت ولايات الجنوب. ومنها هذا المسجد الذي أضاف إليه بيت الصلاة، كلها من إنجاز الدولة المرادية. فيها نقش موجود في المحراب بفضل بسم الله الرحمن الرحيم انصر سيدنا الباي الإمام مراد. هو نفس النقش موجود حتى على فوق الشبابيك الخارجية، نجم نشوف الشباك الموجود انصر سيدنا الباي الإمام مراد. وبالتالي تقريبيا عمر المسجد يفوق 350 سنة. ما هو موجود حالي هو تقريبا يتجاوز بقليل، لكن 350 سنة موجودة. استعملت فيه حجارة لعدة حضارات، معروف دائما يستعملوا كالحجارة متاع الكنائس أو معنا المدن الرومانية. ولذلك لو ندخل المسجد في الداخل نشوفوا حجارة رومانية، حجارة فينيقية، حجارة بيزنطية، وحجارة إسلامية المعروفة أن تتجنب كل أشكال معنى الصور والزخرفة الخارجة على المألوف. هذا تقريبا جامع سيد إدريس. للأسف طالته كثير من التشوهات، وقعت كثير من التغيرات. كان هنا في الصحن كان هناك قبر قديم، الغالب أنه لأحد البايات، لأن الشكل متاع العمامة الموجودة الشاهد، الشاهد متاع القبر معروف أنه متاع الدولة في الدولة العثمانية معروف، لكن طمس في السبعينيات. حاليا شاهد هذا موجود في المتحف متاع ولاية قابس. أيضا للأسف وقع تغيير المزولة القديمة، يعود تقريبا كانت عليها نقش تعود إلى سنة 1200 ونيف هجرية. أيضا عن حسن نية أو سوء نية وقع تغيير المزولة القديمة واستبدلت برخامة جديدة، لكن لم يكن يعرفوا أن القيمة في الجانب الأثري القديم. وهذه أيضا المزولة حاليا موجودة في متحف الصناعات التقليدية بولاية قابس بقرب مقام سيدي أبي لباب الأنصاري، لأن المتحف هذاك هو أصلا أيضا مدرسة مرادية نفس التاريخ هي وجامع سيد إدريس. اللي يزور المتحف يشوف تقارب كثير، تقريبا نسبة تقريبا 90% نفس الشكل، حتى في الصومعة تقريبا هي بيدها جامع سيد إدريس. وهم المعلمين الأثريين الوحيدين الموجودين في ولاية قابس اللي يرجعوا إلى الدولة المرادية. أيضا وقع الرفع في مستوى الأرضية، لأن في القديم ما كانش الأنهج العصرية هذه، فصار المسجد في مستوى منخفض جدا. فوقع الرفع. هذا الرفع له سلبيات كما عنده إيجابيات، أيضا له سلبيات، لأنه صار يحصر هيك التربة المبللة، ونعرف أن هذا كلها تقريبا وحات، فيولي هيك التربه هذيك تحتفظ بك الملوحه وكل المياه، وهذا يخليه ياثر على الحجاره. ولكن الله ندخل الجامعه ونشوفوا الاثار نتاع التاكل نتاع الحجاره. بالنسبه للاطار الديني اللي كان موجود في سيد إدريس لا نعلم كثيرا. ما اعلم ولدينا صوره لاقدم امام هو الحاج بشير المدي. الحاج بشير المدي توفي عام 57. قبله كان والده وكان له قبر في الركن، لكن ايضا طمس الحاج محمد صالح المدب. لكن اللحن الثابت هو الحاج بشير المدب، لأنها صورة في الخلوة الإمام موجودة إلى حد الآن.
أخيرا تحصلنا على كسوته التي كان يعني يصلي بها الجمعة، يعني لها أكثر من 70 سنة، الآن موجودة لدينا في المكتبة. أيضا سي إدريس يزخر ببعض المخطوطات، حقيقة عددها لم يكن كثير، تقريبا 14 مخطوط. أقدم كتاب تقريبا عنده 800 سنة، لكن أيضا عامل الزمن أثر فيها كثيرا، وهي تحتاج إلى ترميم وإلى إعادة يعني زخرفة لكي يعود إليها نظرته وتعود إليها وظيفته. هذا تقريبا. ثم بعد الحاج بشير المدب تولى شيخ زيتوني وهو الحاج مصطفى بن جراد تقريبا من سنة 57، تولى هو خطة الإمامة وبقي في إمامة الجمعة إلى حدود تقريبا قرابة 40 سنة. ثم تولى بعده أخوه الحاج بالقاسم بن جراد. ثم بعد ذلك يعني فترة قصيرة تولى شيخ صلاح الناصفي اللي هو حاليا إمام جامع جارة، بعده شيخ حلمي شين، حاليا الإمام الخطيب هو سي توفيق السلامي، هو اللي تولى إمامة الخطاب. أيضا بالنسبة لإمامة الخمس ما أدركته ولا يزال على قيد الحياة هو الحاج السحبي بالثابت، هذا له مرسوم ملكي إلى الآن يحتفظ بهذه الورقة، وقع تعيينه في عهد المنصف باي كإمام يعني خمس، وأيضا يمكن له أن يصلي الجمعة. هذا الإمام لا يزال على قيد الحياة، يعني عمره الآن تقريبا 180 أو 109 سنة، لكن للأسف ما عادش نجم يواصل الخطة. فبعده الحاج شد بعده هو الحاج الساسي أو معروف حسين عمر. حاليا للأسف خطة إمامة الخمس لا تزال شاغرة، وإن شاء الله في الأيام المقبلة توفر. هذا تقريبا بعجال يعني تاريخ المسجد. وقعت يعني الجامع كما قلت يعني جات فترات. أيضا كان معروف سي إدريس أن في خاصة في فترة التسعينيات وما بعده كان يشغل الشيخ عمر المختار اللي هو الأخ متاعي، اللي هو كان يتولى إمام التراويح والقيام بدروس رمضان وفي المناسبات الرسمية. معروف جامع سي إدريس أنه كان يستقطب تقريبا غالبية المساجد. كان هناك احتفال سنوي خاصة في مناسبة المولد، ولدينا في صفحة جامع سي إدريس موجود في الفيسبوك صفحة جامع سي إدريس موجود معناها وقع تنزيل أقدم احتفال بالمولد تقريبا عام 78 اللي كان يلم تقريبا غالبية مساجد يعني ولاية قبس. هذا تقريبا في عجالة تاريخ جامع سي إدريس. بالنسبة للسور الخارجي، السور الخارجي لا، السور الخارجي ما كانش فما سور أصلا، وكله مضاف، يعني الماجل السور الأرضي كله مضاف. وإن شاء الله في البرنامج أن سيقع إزالته تماما ويعاد سور جديد يكون الارتفاع متاعه ما يتجاوز 1.20 متر، وتستعمل فيه إن شاء الله الحجارة القديمة، لأن نعرف جامع سي إدريس أو المنطقة كاملة هي من منطقة البلد، هذه البلد القديم اللي للأسف خطأ وقع من الحكومة السابقة أن في سنة مباشرة بعد الاستقلال وقع قرار بإزالة جميع هذه القرية، وهذا خطأ جسيم، وهم فيما بعد ندموا عليه ندم شديد، لأن يعني تجي تاريخ البلاد وتنحيه جملة بقرار، وشيء الفكرة بعد أن نعاود نوزعوه للمتساكنين وقت كانت الأراضي موجودة، يعني على نجو معناها تاريخ البلاد ونحوه. فايضا كانت في يسخر كثيرا بك الحجاره القديمه كما قلت الى حد الان، مع بزات بعض البيوت تلقى فيها حجاره رومانيه وحجاره يعني بيزنطيه يعني موجوده في وسط البيوت. فقمنا يعني بجمع مجموعه من الحجاره لاستعمالها للسور الخارجي، معروف يعني بالحجاره العيسويه، هي حجاره كبيره الحجم ان شاء الله، يعني مش يكون فما سور خارجي مع امكانيه رؤيه هذه الحجاره، يعني الهدف انها تتولي تتشاف. ثم ما زاد على 120 يكون بالمسمى الحديد المطروق، هذا باش ما عادش تحجب رؤيه المسجد واللي مباشره يعني من الخارج تنجم تشوف الجامع من داخل. هذا الهدف، مع ازاله كل ما اضيف، يعني كما قلت يعني كثير من الزيادات
زادت بحسن نية، هذا متقني منها، ولكن كانت على حساب الجانب التاريخي او الجانب الوظيفي للجامعه. هذا ان شاء الله يعني. سمعنا اللي فما الترميم هذا اللي قلت انت على حسن نية. أيوة. بدلوا الشباك باب والباب بدلوها شباك. صحيح المعلومه هذه؟ قضيه الشبابك للاسف لما يكون المختص المفروض هو تكون عنده المعلومه الصحيحه يكون هو يجهل بالشيء هذا، هنا تضيق الاشكال. سيد إدريس المعلومه، سيد إدريس ما في حتى شباك في وسط بيت الصلاه. الاستثناء الوحيد هما هذول، لان هذول عليهم الحجر نتاعهم الحجر القديمه. ما سوى ذلك سيد إدريس ما فيه ولا شباك، فقط مجرد شبابيك تلقاها في اعلى سقف اللي هما مضاوي. وهذا معروف يعني المساجد القديمه، لكن ناقشت كثيرا انا للاسف اللي يشرف على المعهد الوطني، ناقشت معه كثيرا، قلت له هذا راك تنجم ترجع. جامع الزيتونه ما فيه ولا شباك، جامع عقبه بن نافع ما فيه شباك. في المساجد القديمه المعروف فيها أنا ما كانوش يستعملوا الشباك. نعم فما كانش موجود. في الشبابيك هذيك اللي احدثهم هو الشيخ مصطفى بن جراد، قام يعني فتح في الاول الشيره هذه على الجرده، ثم كل سنه كان يضيف. لكن شيء الاشكاليه بس في الشبابيك هذه ان كان شبابيك مش متناسقه تماما، يعني حتى الحديد المستعمل حديد 12 بارات 12، ولا زلت احتفظ بهذه يعني الشبابيك حتى اذا كان يجي تقع مساله تفضل ها شبابك القديمه اش كانت موجوده وشبابك اللي غيرناه. باهي شبابك اللي خدمهم سي مصطفى كما قلت هما خدموا بحسن نيه على اساس ان تهويه المسجد. النتيجه شنو؟ انا نلقوا شبابيك متر و20، شباك بجنبه 2 متر و10، شباك بجنبه 75، شباك بجنبه 80. يعني ما فما حتى لا جماليا ولا واحد. ثم انا اللي نتسائل وينهم المعهد الوطني التراثي في الوقت هذاك؟ علاش ما تدخلوش؟ علاش وقت يجينا احنا اليوم باش نصلحوا باش نرجعوا على الاقل احنا شنو اجتهادنا؟ انا خذينا الشبابيك القديمه، قلت ما نلقوهمش الشبابيك، اما ناخذوا الشبابيك القديمه ونعمل نسخه طبق الاصل. يعني تعرفوا سمك الحجاره المستعمل تقريبا 10 سم، باش نعمل كادر برك فقط يتكلف عليه 250 دينار. وقت انا كنت نجم نستعمل نخلي اي شباك، جيب اي شباك اللي هو ارخص كثيرا من هذا مجرد فقط الحجاره. نستعمل مثل الابواب الجديده، الابواب هذه لما علوا في مستوى الارضيه اضطروا باش يقصوا من الباب، فلما نحوا العارضه اللي هي تشد الباب صار يعني الوظيفه نتاعها يطيح وماش متماسك. فقررنا باش نعوضوهم. باش نعوضوهم؟ خذانا البيبان مصنوعه من خشب النخيل، والبيبان هذه تتكلف بعضها سوم الباب برك 2,700,000. يعني يعني بعد مداولات قال نحسب لكم الجامع 1,700,000، وفي الاخر يعني بالعزازه فكاتم منها بمليون، بتكلف على الباب مليون. يعني شوفوا احنا ايش قاعدين نعملوا. والسيد شو متقلق. وحتى كي يجي مندوب على يعني المعهد الوطني للتراث من تونس، جيت لقيته يصور، حرك لما عرفني بنفسه قلت له اخويا تفضل اذا كان احنا غلطين احنا مسعدين نسمع. وريت الشبابيك القديمه ونجم تو ان شاء الله نوريكم الشبابيك الجدد المصنوعين. حد ما شاف قال لي اخويا والله، قال لي والله ما تصورش قداش نفرحوا كي نلقوا ناس تخمم هيك. قال لي انا خاطر تو كنت في الزاويه نلقاهم كلها غلفوها بالفايونس، كي يجي نشوف المقارنه يشوف ايش قاعد تطلع. يعني اخويا بارك الله فيك وشكرنا، وبالذمه معنا اعطيناه تصويره ترجع لسيدي إدريس. وين لقيناه؟ نلقاه في احد يعني كتب نتاع المستشرقين القدامى، يعني صوره ترجع الى 1920 تقريبا. وهذه الصوره ايضا نعملناها يوميه وقمنا بتوزيعها يعني على كافه المواطنين، معناه من باب التعريف بالمسجد. الهدف ايضا الاشكاليه هذه ما عندناش معلومه ثابته سيدي إدريس، فقلنا لابد بالضروره نرجع للمعهد الوطني للتراث في تونس، لان هم الاصل يشوفوا الارشيف. فما اخت اسمها ليلى الجابري خدمت بروجي كامل على سيدي إدريس، وهذا موجود حاليا في كليه 9 ابريل. اتصلت بها على اساس ان نحاولوا نلموا اكثر ما نقدروا وثائق على سيدي إدريس، باش اي واحد يجينا في مستقبلا هاو تاريخ الجامعه بتاعنا. ما اكتفيناش بهذاك، لا قمنا يعني بجمع جميع الصور نتاع الاثارات القديمه. يعني قلت لكم اقدم صوره لامام عام 57
قلت لك حاليا يعني واحده من بناته بعثت لي الكسوه اللي كان يخطب بها الجمعه، يعني 70 سنه كسوه، هذه 70 سنه اللي نعرفوه على اللي هو ثابت لانه هو توفى عام 57. الكسوه هذه قداش عمرها قبلها هي الله اعلم، معناها تنجم تكون اكثر من 70 سنه. هذا في سبيل ايش؟ انا نعملوا نوع من ارشيف للجامع، وبنينا في سبيل ذلك بنينا غرفتين مخصصين، واحده على اساس يكون فيها مكتبه تاع الجامع كتب جديده، وايضا فما قسم خاص بالمخطوطات اللي هم 14 مخطوط، اللي هذاك ما نجموش نعطوهم لعامه الناس، لابد يكونوا في يعني خزانه خاصه بهم بعد يعني صيانتهم وترميمهم باش يكونوا. اضافه الى ذلك لما الصور هذه نتاع الاطارات القديمه نتاع الجامع ايام الخمس ومؤذنين وايام الجمعه وايام الخمس، هذا ايضا نوع من الارشيف للجامع، اضافه الى كل ما يعني يمكن ادراجه يعني بتعريف الجامع. هذا الهدف نتاعنا، ما عندناش غير. احنا بالعكس احنا لو كان لقينا باب للتفاهم مع المعهد الوطني، للاسف راهو الاشكال كان في مع جابس راهو، لان لما مشيت لتونس واتصلت حتى بوزاره في تونس انا لقيت كل تفاهم، الاشكاليه في الشخص المشرف هنا، فهمت؟ هذاك ما فهمتش علاش، ان شاء الله الجمعيه هذه من الاهداف نتاعها هو ترميم المعالم، وان شاء الله نحاولوا نتعاونوا مع بعضنا على المعلم هذا، وان شاء الله نحاولوا نعاونوكم ان شاء الله. الله يبارك فيك.